طبعا نحضر فعاليات هذا اللقاء التي تنظمه الجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين بالصيدليات بشراكة مع الجمعية المحلية اللي هي جمعية الخلود التي تنضوي تحت لواء هذا الإطار الوطني جمعية الخلود للمساعدين التقنيين بالصيدليات. طبعا في أيامها الرابعة اتخذت شعارا متميزا لهذه المرحلة وهو مستقبل المساعد التقني بالصيدلية في ظل تعدد الإطارات. طبعا هذا اللقاء حاولنا أن نسلط الضوء على هذه الفئة الواسعة الانتشار في المجتمع المغربي المهمة على المستوى الخدمات التي تقدمها في قطاع الصحة. طبعا مدينة وجدة عودتنا لاحتضان مثل هذه اللقاءات، حضر فيها مختلف مدن المملكة من الجمعيات المحلية المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية. كانت هناك وفود مستدعاة من المنتظر أن تحاور في هذا الموضوع، حضر منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص النقابة الوطنية مساعدين التقنيين بالصيدليات. تم الخروج بمجموعة من التوصيات في هذا اللقاء. أول وهو العمل على التنسيق بين الواجهة الجمعوية للقطاع المساعدين الصيادلة والواجهة النقابية للمساعدين التقنيين بالصيدليات، باعتبار أن العمل النقابي مع العمل الجمعوي يذهب بشكل متماهي ومتكامل، باعتبار أن النقابة تسعى إلى ترسيخ الحقوق الآنية التي تنص عليها مدونة قانون الشغل، والجمعية الوطنية تسعى إلى رسم مستقبل في قانون مستقل عن قانون الشغل ينظم القطاع كما تم تنظيم قطاعات أخرى تابعة لقطاع الصحة كقطاع ديال القوابل وكالقطاع ديال الممرضين، قطاع الأطباء، قطاع الصيادلة. فنحن نسعى في الجمعية الوطنية كقدرة اقتراحية أن نرتفع عن سقف قانون الشغل لاقتراح قانون مستقل ينظم المهنة بكفاءة مستقلة، ويكون المساعد التقني بالصيدلية عنده دبلوم خاص الدولة كتسميه اسيستون تكنيك اون فارماسي، على ضوء هذا الدبلوم اللي تطرح له كيتعطى له قانون منظم للمهنه مستقل. طبعا هذه كتبقى قدره اقتراحيه، يعني طرحنا فيها كثير من المبادرات، منها اننا جلسنا مع السيد الوزير مرات متعدده، اخرها كان في الشهر المنصرم، وضعنا بين يديه تعليقنا على مشروع القانون اللي داروا لتنظيم مناولي الادويه المناولي والمشتغلين في الادويه الشبه سواء سمى على كل حال شبه طبيه. كنا احنا مستهدفين باسم محضر في الصيدليه. طبعا ابدينا ملاحظتنا على هذا المشروع واقترحنا بدائل تعكس طموحنا، باعتبار ان ذاك المشروع اللي خداه السيد الوزير اعتمد دراسات مكتبيه لا علاقه لها تماما بواقع مساعدي الصيادله. المساعدين الصيادله الان يشتغلون تحت سقف قانون الشغل رغم عدم اقتناعنا بسقف قانون الشغل، الا انه للاسف حتى قانون الشغل لا يحترم طرف المشغلين اللي هما الصيادله، ونعيش واحد التيهان عام وعارم وحرام. حنا ملي كنتكلموا على المغرب كنتكلموا على 80% من المغاربه كيداووا عند مساعدي الصيادله، بحكم ان 80% من المغاربه ما كيمشيوش للطبيب، كيجيو عند لاعتبارات اجتماعيه، تدني القدره الشرائيه، الثقه اللي كاينه في مؤسسه الصيدليه. اذا استحضرنا نسبه الحضور الصيادله في الصيدليات ديالهم اللي هي 20 دقيقه في 8 السوايع، بمعنى راه 7 ساعات و40 دقيقه اللي كيكون كياسيستي الشان الصحي، راه هو المساعد التقني في الصيدليه. فاعتقد امام عظم الخدمات اللي كيقدمها هذا الرجل، عظم المهام اللي كيتصدى لها هذا الرجل، مع الاجر اللي كياخذوا، مع الاعتراف الاجتماعي اللي كاين في المجتمع، اعتقد بان هي مظلوميه كبيره وكبيره جدا. واعتقد من حقنا كمساعدي الصيادله ان ننزع اعترافنا بهذه الخدمات اولا، وان ننزع قانون ينسجم مع الخدمات التي نقدمها للمواطن، ومن حقنا ان تكون في هذا السياق تعويضات ماديه ومعنويه واعتراف على الاقل باننا نساهم بشكل فعال اننا نداويو المغاربه عموما في ظل الظروف اللي كاينه دابا حاليا. طبعا هناك عده احداث طرأت في الساحه مؤخرا تتعلق بالحراك العام الذي عرفه قطاع الادويه والصيدله، ابتداء من البيسمون دو بري اللي كان طرا مؤخرا. طبعا المساعد الصيدلي كان دائما في قلب الحدث، وقدمنا مدونه تشرح موقف المساعد التقني في الصيدليه من البيسمون دو بري، بحكم ان الا كان كيستهدف
النيل من الارباح الصيدليه، وما نتكلموش هنا على الصيدلي، نتكلموا على المؤسسه اللي كنشتغلوا فيها. الا كان هذا البيسمون دو بري غيضر بالمداخيل ديال الصيدليه كمؤسسه، فاوتوماتيكمون كنعتبروا هذا البيسمون دو بري غيضر بالمداخيل ديال المساعد التقني في الصيدليه، بان مرتبطين حنا بمداخل الصيدليه. اذا في الاحداث كنا ندعم الملف ديال الترشيد هذا المفهوم ديال نقص ديال الاثمان اللي هو في صالح المواطنين. طبعا احنا ماشي ضد مصلحه المواطنين، ولكن ينبغي مراعاه مجموعه من التوازنات، لان في نهايه المطاف حتى حنا 40,000 وحتى حنا راه مواطنين. الا كان قانون غادي يضر مواطن ويصلح مواطن، فنقلبوا على قانون افضل اللي يكون في صالح جميع المواطنين. فكان الموقف ديالنا واضح في هذا السياق. وكانت الاحداث اللي هي مهمه جدا نعتبرها هو محاوله وزاره الصحه إقحام مساعدي الصيادلة في قانون أجوف لا علاقة له بالممارسات الواقعة. هذه الأحداث كلها طبعا أعطتنا، انعكست علينا على المستوى الداخلي تعدد إطارات، وأصبحت هناك فيدرالية وهناك نقابة وطنية تبع لوديتي، وهناك نقابة وطنية طبعا هذا التنوع وهذا الاختلاف نأمل نحن في فهمنا للأمور، نأمل أن يكون اختلاف تكامل، اختلاف وجهات النظر من أجل الدفاع على مصالح مساعدي الصيادلة. وهذه الأحداث ستساهم بشكل كبير في اكتشاف الخيار السليم، سواء كان عند النقابة الوطنية الكونفدرالية، سواء كان عند النقابة الوطنية عند لوديتي، سواء كان عند الفيدرالية الوطنية، سواء كان عند الجمعية الوطنية. المهم أن تكون هذه البرامج تخدم الصالح العام والبقاء للأصلح في جميع المجالات. بالنسبة لنا كنقابة وطنية لمستخدمات ومستخدمي الصيدليات، أن المؤتمر التأسيسي في ماي 2014 يعني بدات البدايه ديالو في 94، وبعد 20 سنه تمكنا من تاسيس النقابه الوطنيه بمجموعه ديال الاكراهات داخل فيها حتى العامل الذاتي والموضوعي. الذاتي هو تشتت القطاع، ثانيا تشتت القطاع محليا ووطنيا وجهويا. وكاين مشكل اخر هو دخول الصيادله كنقابه وكمجلس وطني على الخط من اجل الوقوف ضد هيكلة القطاع نقابيا وطنيا. بالنسبة للجانب النقابي دوزنا مجموعة ديال المحطات نضالية كتدخل في إطار استعدادات الهيكلة الوطنية على مستوى الأقاليم اللي كتواجد فيها المكاتب المحلية، وهي عبارة على مجموعة ديال الوقفات والاحتجاجات أمام مقرات الولاية داخل كل إقليم. المؤتمر الوطني التأسيسي رفعنا فيه شعار جميعا من أجل تنظيم وتقنين القطاع. يعني التنظيم أولا كيدخل في إطار لم الشتات محليا وجهويا ووطنيا، والتقنين فرض واقع الحال وهو تطبيق قانون الشغل، وكذلك وضع قانون خاص بمستخدمي ومستخدمات الصيدليات عبر التراب الوطني. وكذلك رفعنا شعار ديال التحدي، لأنه صدمنا بإكراهات موضوعية ذاتية كما قلت لك. رفعنا شعار التحدي وهو محاولة تذويب الخلافات السلبية داخل القطاع، لا على مستوى نقابي ولا على مستوى جمعوي، من أجل النهوض بالوضعية ديال المستخدم، لا على مستوى اجتماعي ولا على مستوى حقوقي. في الشق الحقوقي النقابة الوطنية كتحمل على عاتقها بناء قطاع عموديا وافقيا من أجل استكمال الهيكلة، وكذلك خوض مجموعة ديال المعارك محليا في انتظار أنه خضوع معركة وطنية عبارة على مسيرة وطنية، يا إما مدينة الرباط أو مدينة الدار البيضاء، من أجل أولا وضع قطاع مستخدمات ومستخدمي الصيدليات في أي وزارة تابعة لها، لأنه الحدود الساعة ما كتبعد شي وزارة، لا وزارة الصحة لا وزارة كان صراع بين وزارتين الداخلية والصحة شكون غيشد القطاع. الحدود الساعة نحن نشتغل في غياب وزارة وصية على هذا القطاع. بالنسبة للقطاع على مستوى نقابي كيعرف هجمة شرسة ديال الباترونة، لا على مستوى مواقيت العمل، لا على مستوى تراجع على مجموعة ديال المكتسبات اللي حققها المستخدم والمستخدمة عبر التاريخ ديال عملنا النقابي منذ 78، يعني من أيام انضواء القطاع تحت اللواء ديال الاتحاد المغربي للشغل، ومن بعد التحاقه بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل. فلهذا خدينا على عاتقنا أنه نقربوا المسافة ما بين ما هو جمعوي ما هو نقابي في إطار تنسيقات وطنية حقيقية، وخرجنا بمجموعة توصيات اليوم الحمد لله.
المستقبله، اللي هي عباره على استكمال الهيكله وطنيه لا جمعويا ولا نقابيا، وكذلك التنسيق ما بين المكتبين الوطنيين ديال الجمعيه الوطنيه وكذلك النقابه الوطنيه في اطار استكمال الشعار اللي رفعناه داخل المؤتمر الوطني التاسيسي للنقابه الوطنيه، اللي هو تنظيم وتقنيه القطاع. عندنا مشروع متكامل وعندنا تصور متكامل داخل النقابه الوطنيه من اجل بناء هذا القطاع بناء صحيح، لانه الاشتغال محليا لقينا رؤوسنا كنضربوا في حائط فولاذي يستعصى علينا اننا نوصلوا لتحقيق ولو مكتسب من المكتسبات اللي كنطالبوا بها، او نقطه من النقاط اللي كيتضمنها الملف المطلبي، اللي ملف مطلبي متقدم على ما كيعيشوا القطاع وطنيا ومحليا وجهويا. بالنسبه للتوصيات اللي خرجنا بها اليوم هي استكمال الهيكله وطنيا والتنسيق، وكذلك خلق اطر كفءه نقابيا وجمعويا من اجل خلق دماء جديده داخل القطاع. وفي نفس الوقت كناديو تطبيق قانون الشغل وتطبيق قانون الصيدله اللي هما طرف فيه وهو حضور الصيدلي المستمر داخل الصيدليه، حين انه كنشوفوا كيحضر ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه عند نهايه العمل مع الساعه الثامنه، وكذلك تصدي للهجمه الشرسه اللي قلت لك على مستوى مواقيت العمل والتراجع على المكتسبات اللي هو مخطط كيستهدفوا به المستخدمات والمستخدمين، وكذلك المخطط اللي كيحاولوا انهم ينجزوه في اطار التراجع على هذه المساله ديال تخفيض مجموعه ديال الادويه اللي هما كيناديو تقريب الدواء للمواطن، في حين انهم كيحاولوا يبعدوا الدواء على المواطن من خلال الاثمنه الباهظه، لانه اغلى اثمنه الدواء كاينه عبر العالم باسره هي داخل المريض. فلهذا التنسيقات اللي حاليا فاتحينها هو انه نذوبوا الاختلافات السلبيه، والاختلاف الايجابي ضروري، ولكن نخلقوا فضاء اوسع للتقارب وجهات النظر من اجل توحيد الصفوف، ولكن بعيدا عن السماسره اللي كيتواجدوا داخل هذا القطاع، على الخصوص جمعويا، ما نهضرش نقابيا، على الخصوص جمعويا، لانهم يساهمون الى جانب الصيادله، كيشتغلوا تحت الوصايه ديال الصيادله وكيسمسروا على حساب المستخدم والمستخدمه. ولهذا هذا هو شعارنا تنظيم وتقنيه القطاع ان شاء الله.